انا قاعد عمال الف على رجلي حوالي ساعة عشان اكتشف احلى مطاعم السويد. لقيت ان اهو مطعم اسمه عروس دمشق، محشي من كل حتة. احنا في مصر بنسميه ايه؟ ديناميت. حاجة تانية. بتحب مين في مصر؟ عمرو دياب. عمرو دياب؟ اوبا ده بحب عمرو دياب. وصلت بابل، الجص العراقي. يعني بتقص. يعني بتجص. هاي فلافل بابلون. تحيا العرب. عاش العرب. طحينة بقى وتومية وبتاع ودلع. احنا نجرب. بصوا انا مش هاخد القطمة التانية، هروح دلوقتي اقفلها بحلويات عشان انا مش قادر. صف اول وده بالبسكوت، وصف تاني بالمكسرات من قلب السويد مدينة مالمو. بالأمانة هتبقى تجربة جديدة، ويلا بينا. كل دولة كنت بزورها كان لازم أعمل فيها جولة أكل الشوارع. بدأناها بجولة أكل الشوارع في النرويج، وبعدها جولة الأكل في أقدم سوق في أوروبا وهو بوكوريا ماركت في أسبانيا، وطبعا جولة الأكل في البلد اللي عايش فيها في الدنمارك، تحديدا في مدينة كوبنهاجن. والفيديو الأخير وهو جولة الأكل القذر في السويد، هو طبعا كان من أغرب جولات الأكل اللي عملناها في المحتوى. والنهاردة في آخر يوم لينا في السويد، تحديدا مدينة العرب مالمو، ما كانش ينفع أسافر من غير ما أعمل جولة الأكل هناك. يوم جديد، فلوج جديد، استكشاف جديد من قلب السويد مدينة مالمو. مالمو يا جماعة هنا اهو بيقولوا عليها دايما مدينة العرب عشان هي مدينة في السويد بس فيها عرب كتير جدا، واصلا المطاعم اللي حواليها هنا اهو كلها عرب، عاملين كده ايه احتلال في السويد ومخليين مالمو دي ليهم. بالامانة هتبقى تجربة جديدة، انا مبسوط، يا رب تكونوا انتم مبسوطين، ويلا بينا. جماعة أنا قاعد عمال ألف على رجلي حوالي ساعة عشان أكتشف أحلى مطاعم السويد، بس بالأمانة كلهم جامدين وكلهم أسامي جامدة. بعد بحث طويل في شوارع مالمو لقيت إن أهو مطعم اسمه عروس دمشق، وعروس دمشق ده يعني سوري، والسوريين بالأمانة لا يعلى عليهم في الأكل، فإحنا هندخل على عروس دمشق نجرب من عنده شاورما. يلا بينا. الله ينور. حبيبي يا شيف. اول سندوتش في اول مطعم احنا هنجرب، وهو السندوتش اصلا شكله جامد من شيف جامد من مطعم اجمد. هو بصوا السندوتش يعني ايه، عامل زي الديناميت بصراحه. احنا في مصر بنسميه ايه؟ ديناميت، محشي من كل حته وبينزل لكم حاجات من كل حته. يلا بينا كده ايه نضرب اول قطمه. وانا اقول لكم حاجه بقى قبل ما اكل الشاورما دي، الدول الاسكندناف كلها بيحبوا جدا الشاورما ويقولوا دايما عليها تحديدا في الدنمارك كباب. المهم يلا بقى بينا نضرب اول قطمه، نضرب القطمه الثانيه. ده عدى مرحله الجامد. اكلت الشاورما في الدنمارك بعدد شعر راسي، بس الشاورما في المطعم ده حاجه تانية. يعني تقييمي المطعم ده والشاورما دي 10 من 10. وخلصنا التجربه الاولى في عروس دمشق. بالامانه انا اتمليت اصلا من السندوتش ده، دكهولي دكه بنت حرام، بس انا مبسوط وقاعد عمال اتمشى. رشحولي هم مطعم تاني هروح دلوقتي وابص عليه واتمنى يبقى جامد. بقول لك ايه، بتتكلم عربي؟ لا انجليزي. اوبا ده الراجل بيلي اهو. طب نهارك زي الفل. من لبنان الراجل الطيب ده. بقول لك ايه، رشح لي مطعم على كيفك. لك بابل. ممكن بابل. قول لي فين طريقه. من الاشاره هاي. حلو. اطلع لفوق شوي. تمام. بالوش دغري. بقول لك ايه، بتحب مين في مصر؟ عمرو دياب. عمرو دياب؟ اوبا ده بحب عمرو دياب. حبيبي. حبيبي. تحيا مصر. وتحيا مصر. نهارك زي الفل. انا اسمي علاء الدين فهمي. اسمي طارق فؤاد. حبيبي ابو طارق. واخيرا وصلت بابل، فاحنا هندخل هنضرب فلافل لان انا سمعت ان الراجل ده عنده فلافل حلوه، هو محل عراقي، فاحنا هندخل هنجرب هناكل وهقول لكم ايه الموضوع كده بشكل بسيط. مطعم رقم 2، الوجبه رقم 2. بصوا بقى انا هنا اهو في المطعم وعرفت معلومه جديده عايز اقولها لكم. الناس اللي من العراق اكيد عارفاها بس المصراويه ما يعرفوهاش. الشاورما طول حياتنا بنقول عليها شاورما، في الدنمارك يقول لك كباب، هنا بقى العراقي يقول لك الجص العراقي. يعني بتقص. يعني بتجص. بالليه. بالليه. بالليه الشحمه كده. بالدهنه.
بالشحمه بتاعتها دي اللي هي الدهون بتاعتها. بس احنا النهارده في تجربه فلافل في المطعم اللي هو بالامانه، عشان احنا لسه واكلين شاورما، بس انا متاكد انها هتطلع جامده. هاي فلافل بابلون. فلافل في مازن. قبل ما اضرب بقى السندوتش، يعني جه في دماغي كده سؤال وما كنتش لاقي له اجابه، بس بصراحه لقيت راجل طيب هنا اهو اللي بيعمل السندوتشات الجامده دي، وقلت اساله. وهو كان السؤال: ليه مالمو بيقولوا عليها مدينه العرب؟ العرب تواجدوا من زمن الثمانينات، وخاصه العراقيين. بعدين اجوا الفلسطينيه واللبنانيه واخواننا العرب الباقيين، صارت فيها كثره العرب. اولا لقوا راس المال هون، المصالح اللي فتحوها يعني ارخص من باقي المحافظات. ياه، ارخص. يقول لك سندوتش الفلافل ممكن اللفه هناك في ستوكهولم او مدينه تانية 100 كرون، هنا اهو 45، يعني نص الثمن. فطبعا كان كله بيجي هنا اهو عشان الاسعار كويسه، الاسعار كويسه من الاخر، بالضبط. نص الثمن. هي اي البضاعه اول ما تجي السويد تجي على مالمو من السويد، بضاعه من المانيا، بضاعه من تركيا، بضاعه من بلغاريا، قريب على المطار، نقدر نجيب بضاعه هنا تصير سهله. فبتيجي رخيصه، فبالتالي بتعرفوا تبيعوا، فالدنيا بتبقى احلى. فالعرب جم تجمع هنا اكثر جاليه، اكبر جاليه العربيه مالمو. تحيا العرب، عاش العرب. ونهاركم زي الفل. نضرب بقى طبق الفلافل. بصراحة بقى أنا عايز أقول لكم على معلومة جامدة. أنا أول مرة في حياتي آكل فلافل وألاقي جنبها نازل شاورما بقى وسلطات طحينة بقى وتومية وبتاع ودلع. الدنيا رايقة من قبل ما أكلها تفتح النفس بسبب الزفة اللي موجودة دي. احنا نجرب. بصوا أنا مش هاخد القطمة التانية، هو التقييم 10 من 10. بالأمانة جامدة، ومش عايز أحطها في الصوصات دي عشان طعمها ما يروحش. فاحنا إيه، نضرب بقى كده سلطة، طماطم صبحة والسلطة صبحة، فلافل جامدة نار. أنا متكيف بصراحة. الطبق ده أنا مش عارف بالأمانة هكمله إزاي. وبالأمانة الناس العراقيين دي ناس زي العسل وطيبين، وعملوا طبق بالأمانة يعني إيه، رقم واحد. بالامانه انا ملكوم، اروح دلوقتي اقفلها بحلويات عشان انا مش قادر. وانا اصلا ماشي في التلج وقاعد عمال ادور على مطاعم، وفي مطاعم كتير بالامانه، بس هو ايه، انا بدور على الاحلى. يعني بقعد اتطقص كده واسال زي ما انتوا شفتوا لحد لما اوصل لايه، لاجمد حاجه. وصلت مطعم اسمه نوتيلو رولز. ده بقى احلى مطعم، المفروض بيعمل ايه، حلويات. بس بالامانه انا شايف زحمه وناس بشكل مبالغ فيه، وانا طلبت بقى هنا ايه، التوب سيلر. فاحنا هنضرب وهنستكشفه. وجبه رقم 3، المطعم رقم 3. يعني انا في حياتي ما اكلتش طبق نوتيلا بالمنظر ده. بصوا طريقه التقديم اصلا يعني بالفاكهه. المدير بتاع المكان اسمه عماد من سوريا. انا بالامانه مش عارف ابدا بايه. طب بصوا نبدا كده ايه، حته فاكهه ونضرب الثانيه. طبعا فاكهه فريش لا يعلى عليها، فراوله، اناناس، موز. يلا القطعه الاولى. الله على الجمال. هو بصوا 3 صفوف، صف اول وده بالبسكوت، وصف تاني بالمكسرات اهو، تمام، وصف تالت بالنوتيلا. بصراحه الثلاثه اجمد من بعض. طبعا يا جماعه ده هنا اهو، ما تعرفوش ده بقى مافن ولا كيك. بص انا هسال عماد اللي هو مدير المكان وهعرف الخلطه اللي جوه دي ايه. جامده قوي، جامده قوي. تجربه الاكل دي باحلى فيو ورانا، نعمل لها بقى لايك، سبسكرايب، احلى كومنت. تعالوا بقى ننشط صفحه الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك، وافتكروا ان التارجت بتاعنا 1,000,000 مشترك في خلال سنه. هنعملها، وانا عارف ان انتوا بتحبوني وانا بحبكم انا كمان في الله. نهاركم زي الفل. السلام عليكم.